فيلمنا بيبدأ لما بنشوف مجموعة عربيات ضخمة تقتحم أحد البوابات الكبيرة وبينزل منها مجموعة أشخاص، وبنشوف واحد اسمه سايروس بيطلب من واحد تاني من رجالته اسمه دينيس إنه يحاول يوصل لشخص ميت ومدفون هنا في المكان. وبنشوف دينيس بيلمس تراب الأرض وبيعرف مكان الشخص ده وضحاياه كلهم، وبيقول لسايروس إن الشخص ده قتل 40 واحد مش 9 زي ما قلت لي. فبيرد عليه وبيقول له إن ال9 اللي قتلهم دول قبل ما يموت، أما الباقي فقتلهم بعد موته. وبعدها بيشاور دينيس على المكان المدفون فيه الشخص ده، وهو بيكون عبارة عن مكعب متعلق في المكان. وبنعرف إن دينيس ده عالم روحاني وبيحاول يشوف نية سايروس إيه من الشبح اللي بيدور عليه. فبيحط إيده على سايروس وبيشوف رؤية لمكان معين، ولكنه سايروس بيحذره إنه يحاول يشوف اللي في دماغه تاني. وبعدها بيوصل شخصين للمكان وبيعترضوا على دخول سايروس للمكان وإيقاظ الشر من تاني، ولكنه مش بيسمع لهم. وواحد منهم بيجيب سيرة الشبح ال13، ولكن دينيس بيعترض على سايروس لأنه اتفق معاه إنه يلاقي مكان ل12 شبح بس، ولكن سايروس بيقول له إن الشبح ال13 ده الأهم. وفجأة بنشوفهم بيستدعوا الشبح ال12 عن طريق رش دماء في المكان عشان يظهر على ريحة الدم، وبيفتحوا المكعب للشبح عشان يخرج ويبدأ في الظهور، وبيلبسوه نظارات معينة عشان يشوفوه لأنه غير مرئي. ولكن اللي بيحصل إنهم أطلقوا الشر في المكان، وبيبدأ الشبح يقتل في أفراد الفريق شخص شخص، وبيكون أفراد الفريق مش قادرين يحددوا هو فين ولا جاي منين، لدرجة إن واحد فيهم بيدخل جوه المكعب وتخيل إن بكده بيحمي نفسه، ولكنه بيكون الشبح دخل معاه جوه وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيموته. وبنشوف دينيس بيترجى الشبح، ولكن بيكون الوقت اتأخر. وبعدها بيكتشف دينيس إن سايروس نفسه مسلمش من الشبح. وبعد شوية بنروح لواحد اسمه أرثر وأولاده بوبي وكاسي والمربية ماجي. وبعد شوية بيوصل محامي العيلة وبيعرف أرثر إن عمه سايروس مات وساب له ثروة، وبيسلمه مفتاح شكله غريب من ضمن الثروة. وبيفتح المحامي سامو اللاب بتاعه عشان يوريهم الفيديو اللي عمله سايروس قبل ما يموت لأرثر ابن أخوه، وبيقول له فيه إنه طالما شفت الفيديو ده يبقى أنا أكيد ميت. وبيقول له إنه ساب له بيت كبير تعويض عن عدم السؤال عنهم وهو حي، وإن الإقامة في البيت ده شرطه عشان ياخد باقي ثروته. وفي آخر الفيديو بيقول له إننا ممكن نتقابل مرة تانية، وبيسكت شوية وبعدها بيضحك تاني وبيقول له في الحياة التانية. وبيقبل أرثر شرطه وبيتحرك على هناك. وبنعرف البيت في مكان مقطوع عن باقي الناس، وبنشوف على الناحية التانية مالينا، واللي بنشوفها بتجهز متفجرات كتير وكمان بتاخد الكتاب السحري معاها، وبتتحرك من المكان. وبيوصل أرثر وعائلته للبيت، وهناك بيلاقوا دينيس متخفي في كهربائي خاص بالشركة وجاي يشوف أحمال البيت. وبيعرض عليه أرثر إنه يفضل معاهم شوية، وبيفتح أرثر البيت بالمفتاح اللي استلمه من موسي وبيفتح الباب. وبنشوف إن البيت كله عبارة عن إزاز في إزاز وعليه كتابات وعبارات غريبة، وبنشوف كل ما باب يفتح فيه حركة بتحصل في البيت، وبيكون البيت من جوه شكله غريب وفيه حاجات كتير لا تقدر بثمن. وبنشوف دينيس بيسأل عن الحمام وبينزل لتحت البيت عشان يعرف سر البيت اللي بناه سايروس. وكمان بنعرف إن سايروس كان مديون لدينيس بمبلغ كبير من المال وهو بيحاول يلاقيه في البيت. وبما إن دينيس صائد أشباح بيبدأ يشوف خيالات كتيرة ورؤى أكتر بتخليه دايما مش مستقر، ولكنه بيلجأ إنه يلبس النضارة اللي بتكشف عن الأشباح، وساعتها بيشوف كل الأشباح اللي في المكان، ومعظمهم بيحاولوا ينقضوا عليه عشان ينالوا منه، ولكنه بيحاول يهرب من المكان. وبنشوف المحامي بيحاول يحصل على توقيع أرثر بإنه استلم البيت، ولكنه بيوصل دينيس وبيكشف لأرثر عن حقيقته وبيقول له إنه صائد أشباح وإنه كان شغال مع سايروس وإن عمه جمع كل الأشباح هنا في البيت. وبنشوف إن بوبي وكاسي بيتحركوا في المكان وبيفضلوا يفتحوا في أبواب البيت، وبنشوف إن كاسي بتدخل لأوضة النوم وبتحط من العطر بتاع الأوضة، وبينصح دينيس أرثر إنه ياخد أولاده ويسيب البيت فوراً لأن الأشباح اللي هنا أشباح شريرة وأولاده كده في خطر. وبيكون لسامو هدف تاني وبيحاول إنه يكذب دينيس. ساعتها بتجيله رؤية وبيقرب منه أرثر عشان يطمن، وأول لما بيحط إيده عليه بيشوف رؤية بموت زوجته محروقة، وبيقدر يعرف كل اللي حصل مع زوجة أرثر. ولما بيفوق دينيس بيلاقي إن المحامي اختفى. وبعد شوية بنشوف المحامي اللي بينزل تحت عند الأوض اللي فيها الأشباح، وبيكون لابس النضارة وعارف كل الأشباح المحبوسة هنا، وبيفضل يسخر من كل الأشباح، والأشباح بتكون ملت منه. وبيوصل المحامي لأوضة كبير في المكان وبياخد شنطة الفلوس. ساعتها بيحرك كل المكعبات اللي محبوسة فيها الأشباح، ساعتها بتتفتح كل الأبواب اللي فيها الأشباح، وبيعد الفلوس وبياخدها وبيمشي. وبيشوف الوضع واللي بيحصل، وبيقول لأرثر إننا لازم نمشي من هنا بسرعة. وبيجري أرثر ودينيس عشان يدوروا على باقي أولادهم. وبيوصل المحامي سامو وبيلاقي الأشباح في وشه، ولكنه بتوصل للأشباح لسامو. ساعتها بنشوف سامو انقسم لنصين وبيكون شكله مرعب،
وبنشوف كاسي في الحمام وبتظبط شعرها، وبنشوف في النضارة اللي مركونة إن الحمام كله دم، وإن في بنت تانية من الأشباح معاها في الحمام وبتفضل تقلدها، ولما بتتحرك ناحية البانيو بتكون البنت نفسها موجودة وبتراقب تصرفات كاسي اللي بتغسل وشها، لكن في الأساس هي حنفية دم. وبيوصل والدها وبيسألها عن أخوها وبتقول له إنه مع ماجي، ولكن بتظهر ماجي وبتقول لهم إنه كان بيلعب معاها وتاه منها في البيت. وبيتحرك آرثر عشان يدوروا عليه، وبنشوف بوبي بيلعب في المكان ولكن بيتفتح قدامه باب اللي بينقله للدور التحتاني، وبيسمع حد بيندح عليه وكان فاكرها ماجي، فبينزل لتحت عشان يكمل لعب معاها. ولما بينزل تحت بيفضل يمشي ورا مصدر الصوت وبتفضل تندح عليه، وبوبي بيفضل يتابع في طريقه لحد ما بنشوف واحد من الأشباح بيعدي من آخر الطرقة اللي فيها بوبي، وبنشوف والده بيوصل لمكان الباب اللي دخل منه ولكنه بيكون مقفول، وبيحاول يكسر الباب لكن الباب بيكون ضد الكسر. وبيسمع دانيس بيقول له ما تحاولش، أنا حاولت وما اتكسرش. وبيقول له آرثر إنه هيقوم يدور على ابنه معاه لأنه شاكك فيه. وبيقوم دانيس وبيتحركوا عشان يوصلوا لبوبي، وبنروح لدانيس اللي بيشرح لهم إن الإزاز هنا عازل للصوت وضد الكسر، والكلام اللي على الإزاز ده عشان يمنع الأشباح إنها تمر منه، يعني الكلام ده عبارة عن سحر ضد الأشباح. وبيستمر بوبي في البحث عن ماجي، وفجأة بيلتفت وبيلاقي واحدة من الأشباح ظهرت قدامه، فبيركب السكوتر وبيجري الناحية التانية ولكن بيخبط في الإزاز وبيقع على الأرض. ولما بيقوم بيشوف راس بتتحرك قدامه، فبيكمل جري في المكان والهروب منهم. وبيكون دينيس وآرثر في الدور اللي فوق، وبيقول دينيس لماجي إن النضارة دي هتقدري تشوفي بيها الأشباح، وبيعرفها كمان إن الأشباح في الدور اللي تحت. وبيستغرب دينيس إن سايرس عامل حماية مخفية على الإزاز ما بتشوفهاش غير بالنضارة. وبينزلوا للدور التحتاني بحثا عن بوبي، وبنشوف بوبي حد بينده عليه وبيطلب منه إنه يلبس النضارة. وبعدها بيشوف واحدة وشها محروق وماسكة أنبوبة محلول، وبتطلع والدة بوبي المتوفية وبتطلب منه إنه يطلع لوالده فوق ويبعد عن هنا، ولكن بيرجع لورا وبيخبط في الإزاز. ولما بيلتفت بيلاقي سايرس في وشه وبيطيره لبعيد. وبعد شوية بيقرر آرثر إننا ننقسم لفريقين، كاسي وآرثر مع بعض وماجي ودانيس في فريق تاني، وبيقول لهم إننا هنوصل لآخر الطرقة وهنتقابل بعد 5 دقايق. وبنشوف دانيس وماجي بتقول له إنها مش شايفة أي أشباح، ولكن بيوريها لما بيلبس النضارة فبيلاقي الشبح ظهر في وشه وبيخبط الإزاز بالآلة الحادة، ولكن الإزاز بيحميه. وبيدي النضارة لماجي عشان تشوفه، وبتتصدم ماجي لما بتشوف الشبح لأول مرة. وبعدها بياخدوا بعض وبيمشوا من قدام الشبح. وبعد شوية بيشوف دينيس رؤية ليه وهو بيموت من واحد من الأشباح. وبعد شوية بيوصل آرثر وكاسي للعبة بوبي والميكروفون بتاعه والنضارة، وبيسمع استغاثة بوبي في الميكروفون، ولكن كاسي بتطمنه إنه هيكون بخير. وبنرجع لدينيس اللي بيلاقي أوضة من الأوض خاص بالشبح تشارلي مفتوحة، وساعتها بيقولها إن الشبح ده لو خرج كلنا هنموت. وبنشوف كاثي بتلبس النضارة وفجأة بتشوف شبح من الأشباح في وشها وبيضربها وبيحدفها لبعيد وبيفضل يسحبها فيها. وبيشوفها والدها وهي طايرة في الهواء، وبيفضل الشبح يضرب فيها ويجرحها جروح بالغة. وبيحاول والدها يسحبها منه وبياخدها وبيجري، ولكن بيفضل الشبح ماسك فيها. وفجأة بتظهر مالينا وبترمي شعلة على الشبح وبتطرده بعيد، وبينقذوا كاسي منه بعد ما بيقفل باب عليها. وبنشوف دانيس وماجي والشبح الطفل بيظهر لهم، ولكن دانيس بيحاول يترجاه إنه ما يأذيهوش. وبيظهر شبح تاني ورا ماجي وبيضربها بالسكين. وبنشوف مالينا بتطلب من كاسي تدي والدها النضارة عشان يشوف الشبح، وبتقول له إن الأشباح دي ضحية سايرس. وبيسألها إزاي، فبتقول له إن سايرس بيهوى حبس الأرواح وأنا هنا عشان أحررهم. ولما بيسألها دخلت إزاي، بتقول له إنها دخلت لما البيت فتح له باب من بره ولكن دلوقتي اتقفل. وبتوريه الكتاب السحري اللي معاها، وبتقول له الكتاب ده مات في سبيله ناس كتير، واللي كتبه شخص اسمه باسيلوس، والشخص ده وصف في الكتاب طريقة صنع آلة معينة، والآلة دي بتتنبأ بالمستقبل. وسايرس بنى الآلة دي وهي البيت ده بكل حاجة فيه، وبيحركها عن طريق الموتى اللي هنا. وبعد شوية بيكتشف آرثر إن بنته كاسي اختفت من جنبه، وبتنصحه مالينا إننا لازم نخرج من البيت فوراً. وبتشاور بإيديها على الولد الصغير الشبح وبتقول له إحنا مضطرين لده. وبنشوف الترس بتاع الآلة بيتحرك أسرع من الأول، وساعتها بنشوف في أبواب في البيت بتقفل وأبواب تانية بتتفتح. وبنشوف دينيس وماجي وبيحاولوا يهربوا قبل ما الأبواب تحتجزهم داخل أوضة من الأوض، ولكننا بنشوف ماجي بتخرج ودينيس بيتحبس جوه أوضة من الأوض. وبنرجع لآرثر ومالينا اللي بيفشلوا إنهم يوصلوا للسلالم اللي هتطلعهم للدور اللي فوق، ولكنها بعدها بتحذره إنه يبعد عن الإزاز. ولما بيبص بيلاقي واحد من الأشباح واقف وراه، وبنشوف شبح تاني بيكون في نفس المكان اللي هم فيه وبيطاردهم لحد ما بيتخبط في إزاز حماية مخفية. وبنروح تاني لدينيس اللي بنحس إن في حد معاه،
وبتلبس ماجي النضارة وبتشوف إن في شبح معاه في الأوضة وبيحاول يضربه بمضرب البيسبول، ولكن ماجي بتنبهه وبيتفادى الضربة، وبتنبهه تاني وبينجح إنه يخرج بره الأوضة لما بيتفتح الباب وبيتقفل تاني. وبيتحرك دينيس وماجي في قلب المكان وبيوصلوا لطرقة جديدة، وبيبص دينيس بالنضارة لكنه مش بيلاقي حد، وبيستمر في التحرك، ولكن فجأة بيشوف 2 من الأشباح قدامه، وبيطلب من ماجي إنها ترجع لورا تاني ببطء، وبعدها بيهربوا بسرعة من المكان وبيطاردهم الشبحين، ولكن الباب بيتقفل اللي بينهم وبين الشبحين. وفي الوقت ده بيقابلوا مالينا وبنشوف آرثر بيكون تحته وبيتفتح باب الشبح اللي كان قدامه، وساعتها بيحاول إنه يطلع لفوق قبل ما الشبح يتمكن منه، وفي آخر لحظة بيخرج من المكان. وبعد شوية بنشوف دينيس ماسك راسه وبتحصل له الحالة الغريبة دي كل شوية، وهنعرف ليه كمان شوية. وبعدها بيظهر شبح تاني ورا آرثر وبيرمي آرثر لبعيد، وبيشوفوا دينيس، وساعتها الشبح بينتقم من آرثر أشد انتقام، ولكن دينيس ومالينا بيسحبوه وبيحدفوه بالشعلة فبيبعد شوية، ولكنهم بيحاولوا بسرعة إنهم يدخلوا للمكتبة في آخر لحظة. وفي المكتبة بتفضل مالينا تتهم دينيس إنه السبب في اللي بيحصل، لأنه هو اللي اصطاد الأشباح دي وسلمها لسيريوس. وبيحصل شد وجذب كتير، وبيقول لها دينيس إنه أكتر واحد متعذب، لأنه كل ما يقرب من أي شخص ميت بيصاب بحالة غريبة، أو لما بيلمس أي حد بيعرف ماضيه. وبيتصادم آرثر لما بيعرف من مالينا إن الشبح الرابع بتكون زوجته، فبينفعل آرثر على دينيس لأنه بكده هو السبب في موتها، ولكنها بتقوله لسه في وقت ونقدر ننقذ روح زوجتك ونخلصها من عذابها. وبتفتح الكتاب وبتقوله إن البيت هنا فيه 12 شبح، وبتقوله على أسامي ال 12 روح أو شبح، وبيبدأوا بالشبح الولد وبتنتهي بالشبح الطاغوت، وبيكون زوجته من ضمن الأرواح دي. وبتقوله مالينا إن الأرواح دي كلها بتشغل واللي بتفتح عين الجحيم، وعين الجحيم دي بتقدر تشوف بيها الماضي والحاضر والمستقبل. وبعدها بتصدمه تاني لما بتقوله إنك أنت الشبح الثالث عشر للإله، عشان تشتغل وعشان تنقذ أطفالك لازم إنك تضحي بروحك. وبتقوله إن الحل التاني إننا نفجر المكان، ولكن آرثر بيقترح اقتراح تاني، وبيقول لهم إنه هياخد لوح الحماية ده وهينزل يدور على أولاده. وبينزل للدور التحتاني هو ومالينا ودينيس، وبيكون معاه لوح الحماية، وبتتحرك ماجي ومالينا ناحية، ودينيس وآرثر بيدوروا على الأولاد. وفجأة بيظهر شبح منهم قصاد اللوح اللي ماسكه دينيس وآرثر، وبيفضل يضرب بالمضرب اللوح. وبيقول دينيس إن الشبح بيضرب اللوح عشان يحمي نفسه من السحر اللي في اللوح، وعشان كده بيقضوا عليه باللوح لما اللوح بيلمسه. وبيظهر سيريوس لماجي، وبتنده ماجي على مالينا عشان تنقذها، ولكننا بنشوف مالينا بتصدم ماجي وبتصدمني أنا شخصياً، لأني كنت فاكرها معانا، وبتضربها بالكتاب السحري. ولكنه سيريوس بينفعل على مالينا وبيكون غاضب منها، ولكنها بتقوله إنها نفذت اللي طلب منها، وبيسألها على شيء سرقته من الكتاب، وبتكون مالينا محتفظة بيه بره الكتاب وبتسلمه له. وبعد شوية بنشوف آرثر ودينيس وهم بيواجهوا شبح من الأشباح، ولكن دينيس بيحمي آرثر باللوح عشان يحميه وبيواجه هو الشبح، وبيقدر يتفادى كل ضربات الشبح لحد لما الأبواب بتتحرك تاني، وبيظهر شبح تاني، وساعتها الشبحين بيقضوا على دينيس بطريقة وحشية. وبنرجع تاني لسيريوس اللي بيطلب من مالينا إنها تحط أطفال آرثر في مواجهة الخطر عشان يبدأ ينفذ كلامه ويضحي بروحه عشان العملية تكمل. ولكن مالينا بتتصدم من تصرف سيريوس، وبعدها بيبدأ الخطوة الأخيرة من التشغيل. وبعدها بنشوف الأشباح كلها بتختفي شبح شبح من المكان كله، ولكن بتظهر شبح جين زوجة آرثر وبتحاول تطمنه، وبعدها بتختفي. وبيطلب سيريوس من مالينا إنها تجيب الكتاب وتلحقه، ولكنه بمجرد ما بتمسك الكتاب فجأة بيقفل عليها المكان وبيسويها بألواح الإزاز. وبعد شوية بنشوف أولاد آرثر وسط الإله يستغيثوا بوالدهم، وبيوصل آرثر ولكنه بيشوف الأشباح كلها حوالين وبيشوف كمان إن عمه سايرس في المكان، وبيكون فاكره من الأشباح، ولكنه عارف إنهم 13 شبح بس. ولما بيعدهم بيكتشف إن عمه مش شبح، وبعدها بيشيل النضارة وبيتأكد إنه فعلا مش شبح، فبيجري عليه وبيضربه، ولكن عمه بيسيطر عليه تاني وبيضربه. وفجأة بنشوف ماجي بتقرر إنها تبوظ كل شيء، فبتلعب في لوحة التحكم تختفي أشباح، وفجأة بيظهروا كلهم لسيريوس وبيشيلوه وبيرموه جوه. وبيظهر دينيس وبيطلب منه ينقذ أطفاله ويحاول إنه ياخد الأمور بشجاعة، وساعتها بيطير وبيدخل جوه الإله، ولكن الإله وكل الأبواب بتنفجر كمان. وبعد شوية بنشوف الأشباح والأرواح بتتحرر بالخروج من المكان،
وبتظهر جين تاني وبتودعهم الوداع الأخير. وبكده بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.